قام فرسان الداخلية بحملة أمنية ناجحة استهدفت الأوكار والبؤر التي تصدر للمواطنين الخوف والفزع وتشوه وجه المستقبل في عيون القانطين. حملة تم رسمها بأنامل مبدعة وخطوط جريئة تحرك لتنفيذها رجال بقلوب من حديد. أرتال من المركبات تتحرك كالموج الهادر، لا تبقي مخالفا ولا تذر. وأصوات تصدر من مركبات الأمن تنذر المختبئين أن الفرسان قادمون يحملون السيف والدرع معا. هذه هي الحكاية التي تعاينونها الآن، رصدتها كاميرا المدينة وكانت عليها الشاهد والشهيد. الباصات تحمل المخالفين، قلوب ترجف وعيون تبكي ودموع تنساب، لكنها لم تحرك اليوم العواطف، فالوطن مصاب بهؤلاء وعلينا أن نداوي الجرح الكبير. اليوم جاء الردع والعقاب وضيق الأمن الخناق على الرقاب. اليوم لا فرار من رجال يحمون الوطن وينشدون عافية البلاد. انظروا الصورة تحكي لكم الحكاية، أمنا وسلامة وعافية مستردة. أما المخالفون فنحسبهم قد باتوا اليوم ذكريات. يلا تعال اطلع يلا 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 محمد يلا يلا هي اقول لك شكرا معلش ها اسفين معلش يلا معلش يا حبايبي ايش في؟ وين ورقة التجديد وين ورقة؟ لسه والله بس بقدمها لسه. دور كبير لسه والله. هذا رخصة. دور كبير لسه؟ ها؟ ليش من زمان مدور كبير؟ ليش من زمان مدور كبير؟ مهلة اللي قبل. يا عمليات المهمة الأولى القضية 1 أنجزت والوضع طيب إن شاء الله والحالة الأمنية ألف. الآن محمد كم سنة أنت السعودية؟ 2 سنة؟ أيوة. كم إقامة؟ في إقامة أنت ولا ما في إقامة؟ إقامة أنا خايف خروج كفيل. خروج ها؟ أيوة. طيب أول أنت ليه ما في سوي خروج؟ أول ليه ما في سوي ما هي معلومة عربي. 6 شهر كله نفر سفر كله، ليش ما في سفر أنت أول؟ عربي ما في معلومة. الحين ما في معلومة عربي. أيوة. هؤلاء هم الفرسان، اقتحموا أوكار المخالفين، قدموا صدورهم لحماية الوطن. نعم، فالوطن يستحق منا الكثير، إنه غنيمة الشرفاء ومعشوق المخلصين. لجريدة المدينة، ماجد القرني، جدة.